نعمته تتم الصالحات، والحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق، على حبيب الحق، على النبي الأكرم، على الرسول الأعظم، على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى أسأل أن يجعل اجتماعنا مرحومة، ويجعل تفرقنا من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من أهل القرآن، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن الكريم وبما فيه من آية الذكر الحكيم. إخوة الإسلام، ونحن في ليلة الجمعة، فلنستجب لأمر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، القائل صلوات ربي وسلامه عليه: أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور على نور، كتاب الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى مع الآيات البينات، ونبتدي بفضيلة الشيخ همام تاج السر أبو زيد، فليتفضل جزاه الله خيرا موفقا مسددا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. جزاك الله خير الجزاء. سورة الكهف صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتها يوم الجمعة، وفي بعض الروايات تقرأ ليلة الجمعة. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو جمع العبد الخيرين حاز على النورين، فقرأها ليلة الجمعة ونحن في ليلة الجمعة، ثم ليقرأها في يوم الجمعة.
وأحاديث اليوم آكد وأصح من أحاديث الليلة، وهي تقي الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتقي فتنة المسيح الدجال، وفي بعض الروايات تقي عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. ومدار السورة من أولها إلى آخرها حول قول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريد زينة الحياة الدنيا، ولكن معنى الآية: لا تفعل فعل من أراد زينة الحياة الدنيا. ولذلك السورة المباركة حوت على 5 قصص، 4 منها لم تتكرر في القرآن ولم ترد إلا في هذه السورة: قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة الذي ملك الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، وقبلها قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام. والقصة الخامسة تتوسط وتتخلل هذه القصص، وهي قصة آدم عليه السلام. وقصة آدم في كل المواضع التي وردت في القرآن جاءت تفصيلا، إلا في هذه السورة جاءت إجمالا، فورد تفصيلها في سورة البقرة، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الحجر، وفي سورة الإسراء، وفي سورة طه، وفي سورة صاد، ولكن هنا جاءت إجمالا. فهي القصة الوحيدة التي تكررت في هذه السورة المباركة، وكلها مدار حول الفتن وعلاجها. فأما أصحاب الكهف فهؤلاء قد فتنوا في دينهم، ولكن ثبتهم الله عز وجل. آثروا ضيق القبر، ولكن نشر لهم ربهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم رشدا، وأصبحوا ذكرا وقرآنا يتلى في الناس. وصاحب الجنتين آثر الحياة الدنيا، وهي فتنة مال، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ولكنه ما نجح. وأما ذاك الفقير المؤمن نجح في الامتحان والاختبار، وتحققت فيه دعوته لما سأل ربه سبحانه وتعالى: عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وبيان ذلك أن قسمة الله ليست قسمة المخلوق، فلو أعطينا هذه المعطيات جنتان ورجلان لقلنا القسمة العادلة لكل رجل جنة، ولكن قال الله لرجل جنتان. ولو أعطينا بأن الرجلين أحدهما على الإيمان والآخر على الكفر لأعطينا الجنتين للمؤمن، ولكن أعطاها الله سبحانه وتعالى للذي كفر بالله سبحانه وتعالى. فهي إرادة الله، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، ولكنه النجاح في الامتحان والاختبار لذاك المؤمن، وعلم أن العاقبة لله تبارك وتعالى. أما ذاك لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، وهو المغزى، الولاية لله الحق. فمن تولى الله تولاه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. وضبط الحديث: ما تولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. وجامع ذلك: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. فمن تولى الله تولاه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إن شاء الله تعالى نستمع خاشعين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عباس جزاه الله خيرا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. جزا الله خيرا الشيخ الدكتور محمد عباس على هذه التلاوة الطيبة والآيات المباركات. وسورة الأنبياء هي سورة الإجابة أو سورة الاستجابة، هكذا اسمها في كتب التفاسير، والجامع بين من ذكر فيها من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، والصلة بين هذه الأمة ومن سبقها من الأمم بأنها أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وفي سورة المؤمنون وأنا ربكم فاتقون. فهذا هو الرباط بين النبيين وبين المؤمنين. سموها بسورة الاستجابة لما فيها من قوله تعالى فاستجبنا له. وسبحان الله كل سور القرآن 114 سورة كلها تحمل اسمها في طياتها. أي سورة تجد اسم السورة داخل السورة. البقرة تجد البقرة، آل عمران تجد آل عمران، النساء، وهكذا. إلا هذه السورة الأنبياء، كلمة الأنبياء ما جاءت، وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص. ما عدا هذه الثلاثة فكل سورة اسمها في داخلها. ولكن هنا الأنبياء لأخذ العظة والاعتبار ممن ذكر الله سبحانه وتعالى من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما استمعنا من الآيات. دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مؤمن في هم أو غم أو كرب إلا استجاب له الله تعالى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله وإن كنا لنظنها خاصة أو نراها خاصة، وهكذا يسأل عمر دائما رضي الله عنه مستزيدا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أو ما سمعت قول الله تعالى بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأيضا في قول عليه الصلاة والسلام وما سمعت قول الله بعده فاستجبنا له. إذن بذات الدعوة التي دعا بها أيوب
فاسأل الله تعالى، لأننا سمعنا بعد قول الله فاستجبنا له. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بذات الدعوة التي دعا بها زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فهو دعاء يلجأ به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. أول السورة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهكذا التعامل مع القرآن بأنه محدث كأنما تنزل الساعة. فالموفق من تعامل مع القرآن على أنه محدث. ولذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وقام عمر خطيبا لشدة الفاجعة وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميقات ربه كما رجع موسى من ميقات ربه، وليقطعن أعناق أقوام نافقوا وكفروا وارتدوا على عقابهم كما فعل موسى بالسامري. ولما قام أبو بكر خطيبا قال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجثى عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه وقال: كأنما نزلت الساعة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. التعامل مع القرآن إخوة الإسلام على أنه محدث، على أنه متجدد. فأنزل الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء فصلناه تفصيلا، قول فصل وما هو بالهزل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. بذات الكلمة التي افتتحت بها السورة يأتي تفسير إشاري جميل في قول الله سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق. الكلام فيها عن يوم القيامة، لكن اقترب الوعد الحق، فكل وعد الله حق، ووعد الله الحق: ادعوني أستجب لكم. فتذكر اقترب الوعد الحق. وعد الله الحق: لئن شكرتم لأزيدنكم. اقترب الوعد الحق. وعد الله الحق: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. اقترب الوعد الحق. وعد الله الحق: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعد الله الحق: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعد الله الحق: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وعد الله الحق: ولينصرن الله من ينصره. وعد الله الحق: إن تنصروا الله ينصركم. فتذكر اقترب الوعد الحق. اقترب الوعد الحق. فنحسن الظن بالله رب العالمين. نسأل الله يردنا إليه ردا جميلا. صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الزين محمد أحمد، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم
ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها
منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هي كلمات تحصين يحصن بها العبد
ما حباه الله ورزقه الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهكذا يأخذ المؤمن من قصص القرآن الكريم ما يتذكر به. قريب من عاقبة هذا عاقبة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. وكان طريق للنجاة ولكنهم لم يسلكوه. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فالمؤمن بالتسبيح بتنزيه لله عز وجل يوفقه الله عز وجل بأن يتخذ القرار السليم المنجي الذي ينجيه. لولا تسبحون. ثم قالوا كلمة جعلها الله سبحانه وتعالى في القرآن كتابا مسطورا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ثم تأتي الآية بعد الآية: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هذه أيضا يجعل المؤمن إذا فقد شيئا، ولكن تأتي عقب ما جاء في ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الولاية الحق لله سبحانه وتعالى، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن الذي يدفع عند الله الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات في القرآن في موضعين، هنا وفي سورة مريم. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي أفضل ما يرتد إليك في الدنيا فتجد خيره الباقيات الصالحات، وأفضل ما تؤمله يوم القيامة عند الله تعالى الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات تعددت فيها الأقوال في تفسيرها، فمنهم من عمم بكافة الأعمال الصالحة التي تبقى عند الله سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في وجه أن يبقى العمل الذي ابتغى به العبد وجه الله تعالى، يبتغي به وجه الله عز وجل، فهذا الذي يبقى عند الله ثوابا ويبقى مضاعفة هنا في الدنيا. وما أتيتم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الذين يضاعف الله تعالى لهم ويعطيهم أكثر وأفضل مما أنفقوا. فالباقيات الصالحات خصصها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا جنتكم. قالوا: أمن عدو؟ قال: جنتكم من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: هن المنجيات وهن المعقبات وهن المقدمات وهن المؤخرات وهن الباقيات الصالحات. فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. لما سمع أبو الدرداء كثرة الأحاديث وكثرة الحث من النبي عليه الصلاة والسلام على قول الكلمات قال: والله لأقولها حتى يقول الناس أني مجنون. فالزموها يا إخوة الإسلام، وهي 5 كلمات مع الأربعة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم لك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء وإمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك،
نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء أسقامنا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا سائلا إلا أعطيته من فضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم لا تفرقنا من هذا المجلس إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وتجارة لن تبور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم وفقنا لما فيه رضاك واقطعنا عن كل شيء سواك واملأ قلوبنا بحبك وحب مصطفاك. نسألك اللهم إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضا بما قسمت لنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة واستعملنا في طاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام عالية في كل مكان يا رب العالمين. اللهم رحماك بالمستضعفين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أن تنزل على بلادنا السودان الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم ابسط الأمن في ربوع السودان. اللهم أطفئ نار الفتنة في بلادنا يا رب العالمين وادحر اللهم عنا كيد أعدائنا يا قوي يا متين. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفينهم بما شئت وأنا شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين عقولهم يا قوي يا متين. اللهم اكتب النصر لجيشنا يا رب العالمين. اللهم اكتب النصر لجيشنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لهم النصر والثبات يا قوي يا متين. سدد رميتهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وفك اللهم أسراهم يا قوي يا متين. اللهم نسألك أن تبدل خوفنا أمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واستجب اللهم دعواتنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرم جميع الحاضرين وبلغنا مقاصدنا فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين. فرج كربنا وارحم ضعفنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم انقل حالنا من العسر إلى اليسر ومن الضيق إلى الفرج.
ومن الهم والحزن إلى الفرح والسرور. اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب. وسع لنا في أخلاقنا ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أبنائنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وزدنا من فضلك يا أكرم الأكرمين. آتنا من فضلك وخصنا برحمتك واشف كل مريض منا يا قوي يا متين. اللهم اشف كل مريض يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض وداعي كل عالين يا أرحم الراحمين. وتقبل اللهم موتانا أجمعين واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل اللهم الجنة مثواهم ومتقلبهم. والحقنا بهم صالحين لا مبدلين ولا مغيرين. أخرجنا من هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمتنا عليها وابعثنا عليها من الآمنين. اللهم احفظ هذه البلاد واجعلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا وعقولنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والسلامة من كل إثم، والعصمة من كل ذنب، والشفاء من كل داء، والزيادة من كل خير، والنجاة من كل بلية، والعزيمة على الرشد، والثبات على الحق، والفوز من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وتقواك في السر والعلن، وخشيتك في الغيب والشهادة، ورحمتك في الدنيا والآخرة، وكلمة الحق في السخط والرضا. اللهم إنا نسألك القضاء وبرد العيش والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجة، ومن كل ضيق مخرجة، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا، ومن كل عيب سترا، ومن كل دين قضاء، ومن كل داء شفاء، ومن كل ذنب توبة، ومن كل خوف أمنا، ومن كل فقر غنى. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك قرة العين، وقضاء الدين، وبر الوالدين، وزيارة الحرمين، وسعادة الدارين. اللهم إنا نسألك لطفا في القضاء، وعفوا عما مضى، وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك اللهم البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، ونفس خطوبنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وحصن فروجنا، ووسع دورنا، ونور قبورنا، وانصر جنودنا. عظم أجرنا، وشد أزرنا، وفك أسرنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وارحم ضعفنا، واحفظ أهلنا، واقض ديننا، وانصر ديننا، وانصر جيشنا، وانصر جندنا، وأكرم نزلنا، وابسط رزقنا، وارفع ذكرنا، وارفع قدرنا، وارفع شأننا، ووسع مدخلنا، وأحسن خلاصنا، وحسن أخلاقنا، وحسن أقوالنا، وحسن أفعالنا، وحسن أحوالنا، وحسن أعمالنا، وأحسن ختامنا، وأحسن عاقبتنا، ووسع أرزاقنا، وثقل ميزاننا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا، واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا في بلغك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك.
اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وعاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل، يا أهل التقوى يا أهل المغفرة يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من على بلادنا بالأمن والأمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم من على بلادنا بالأمن والأمان، وانصرنا على أعدائنا في دارفور وفي كردفان، وانصر جنودنا في كل مكان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في الفاشل برحمتك يا رحيم يا غافر يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في دارفور برحمتك يا رحيم يا غفور يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا على المعتدين الظالمين. اللهم عليك بأعدائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم انزع ملكهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم اغفر الرعب في نفوسهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم عذبهم عذابا شديدا. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم حاسبهم حسابا شديدا، وعذبهم عذابا نكرا، وأذقهم وبال أمرهم، واجعل عاقبة أمرهم خسرا. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار. اللهم سلط عليهم الوباء والبلاء. اللهم اجعل بينهم العداوة والبغضاء. اللهم سلط عليهم عضال الداء. اللهم اجعل بينهم العداوة والبغضاء. اللهم انزل عليهم رجزا من السماء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، واجعل بينهم العداوة والبغضاء. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم قدرتك يا قادر يا قدير يا مقتدر، أرنا فيهم قدرتك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أرنا فيهم قدرتك، بقدرتك على كل شيء أرنا فيهم قدرتك. اللهم أرنا فيهم قدرتك وأرنا فيهم قوتك، واشدد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك، وأنزل عليهم سخطك ومقتك وغضبك ورجزك وعذابك وعقابك وانتقامك إله الحق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم شرد بهم من خلفهم. اللهم إنهم ظلموا العباد وأنت بهم عليم. اللهم إنهم ظلموا العباد وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم صب عليهم العذاب وكبهم في النار كبا. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم اهلكهم هلاك ثمود وعاد. اللهم طهر منهم البلاد وأرح منهم العباد. اللهم عليك بهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية ولا تقم لهم ولاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، وأرنا فيهم آية. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. نكل بهم تنكيلا وقتلهم تقتيلا وخذهم أخذا وبيلا. اللهم دمرهم تدميرا وتبر ما علوا تدبيرا، والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم كهشيم المحتضر، واجعلهم عبرة للمعتبر بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه وأجل الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم آت كل منا سؤله فيما يرضيك. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير الذكر وخير الثناء وخير الرزق وخير العطاء وخير الفضل وخير الرجاء وخير الصباح وخير المساء وخير العلم وخير العمل وخير المولد وخير المخرج وخير النصر وخير الفرج وخير الصلاح وخير الفلاح وخير الفوز وخير النجاح وخير الثواب وخير المآب وخير الصواب وخير المتاب وخير الثبات وخير النجاة وخير الحياة وخير الممات وخير القضاء وخير القدر وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، قو حجتنا واقبل توبتنا، أقل عثرتنا واغفر زلتنا، وامحو خطيئتنا وتجاوز عن سيئاتنا وضاعف حسناتنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وبأس المأسوبين وقد عن المدينين وارفع عن المتضررين عن المقاهرين. اللهم آمن الخائفين، اللهم عاف المبتلين، اللهم المبتلين، اللهم النازحين، اللهم أروي
الهادئين، اللهم آوي المشردين، اللهم عوض المنهوبين، اللهم رد المفقودين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا أجمعين واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر لنا وانصرنا على من بغى علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، واغفر لنا وتب علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعزنا ولا تذلنا، وارفعنا ولا تضعنا، واجمعنا ولا تفرقنا، واسترنا ولا تفضحنا، واقبلنا ولا تطردنا، وارحمنا ولا تعذبنا، واعطنا ولا تحرمنا، قدمنا ولا تؤخرنا، وانصرنا ولا تخذلنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، ومن حزبك المفلحين، ومن جندك الغالبين، ومن أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. أجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، وجيش منصور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب